السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده مختلف جدا عن اي فيديو عملناه قبل كده. احنا هنتكلم عن الترند اللي طالع، اللي هو بيحكي عن البنت والولد اللي مسكوهم. دلوقتي انا عايزه اعرف حاجه. مثلا انا دلوقتي ولد وبنت اتمسكوا، او واحد صورهم بالموبايل بفعل مش كويس في الشارع، انا استفدت ايه من فضيحته؟ يعني انا عاد عليا بايه ان هو مثلا اتفضح دلوقتي، او ان الناس كلها اتكلمت عليه؟ انا كشخص بتفرج على فيديو زي ده او بعرف حكايه زي دي، ايه اللي انا استفدته؟ ايه اللي عاد عليا من الحوار ده؟ ولا حاجه، لمجرد ان انا بس ساهمت في فضيحه بني ادم. اذا كانوا الولد او البنت دول غلطوا او عملوا كده، خلاص هم غلطوا. ربنا قال ايه؟ حليم ستار. يعني ربنا حليم ستار، احنا ليه نفضحهم؟ واللي صورهم ده استفاد ايه لما فضحهم؟ يعني مثلا ايه اللي حصل؟ حضرتك انت ما فضحتش ولد لوحده او بنت، ما فكرتش كده وانت بتشهر الفيديو ان البنت دي او الولد ده عنده اهله، ليه اب وام واخوات وعيله؟ البنت دي عندها اب وام واخوات وعيله. لما يشوفوا فيديو زي ده ومنشور في كل مكان، انت تعرف دلوقتي هل حصل ايه لاهاليهم؟ هل اهاليهم عامله ايه؟ هل اهاليهم قادره تواجه الناس؟ خلاص هم غلطوا، استحقوا العقاب. كنت يا عم انصحهم بدل ما تفضحهم كل ده. انا والله ما شفت الفيديو غير حته صغيره، الصوره هم مدارينا ان هم قاعدين عند تقريبا محطه ترام دي تقريبا، هنا في اسكندريه باين، وان هم يعني الناس بتتفرج بيصوروهم. انت صورتهم، روح قول لهم عيب كده، انصحهم بالادب، قول لهم عشان خاطر اهاليكم. إيه انا كشخص استفدت ايه من الفضيحه يعني؟ او غيري عايز تطلع ترند وان انت صورت فيديو وان انت ما حصلتش بان انت فتحت بني ادمين، ضريت عيله، هم غلطوا ويستحقوا يتعاقبوا، بس مش العقاب البشع الرهيب ده. ليه بقينا بندور دايما على الفضايح؟ ليه بندور دايما على بلاوي الناس ومصايبهم؟ ليه دايما ما بندورش نفكر غير ان بني ادم ده انا لازم افضحه؟ البني ادم ده الله لو عملت له فضيحه ده انا هطلع ترند. يعني ايه هطلع ترند وانا ضريت بني ادم؟ يا عم شفتها كده ولا شفته كده؟ انزل بدل ما تصورهم وتشير الفيديو، انزل قول لهم عيب كده، عندكم اهاليكم، بلاش عندكم اخواتكم، عندكم الناس اللي حواليكم، لما يشوفوكوا في منظر زي ده انصحهم بالراحه، مش تروح تفضحهم والناس كلها تتفرج. استفدت انا ايه من فضيحه فلانه ولا علانه ولا زغدانه، ولا الممثله الفلانه اتطلقت، ولا الممثله العلانه مش عارف ايه اللي حصل لها، ولا الممثل مش عارف يبصر ايه ومدرك ايه؟ احنا مالنا ومال كل ده؟ هو احنا خلاص مخنا فاضي للحاجات دي؟ يعني خلاص مخنا فاضي، ما بندورش غير الفضايح ومصايب الناس عشان نسمعها؟ ليه ما بنفكرش في حاجة تانية، اسلوب ايجابي؟ احنا ملناش دعوة، دع الخلق للخالق، اللي يغلط يغلط واللي يعمل. ليه نفضحه؟ ما هو ربنا مثلا ستره، احنا ليه نفضحه ولا ندور على فضايحه؟ ولا مثلا نتفرج على فيديو ونشيره فلان عمل فلان خلى فلان سوى؟ استفدنا احنا ايه؟ فدتني بايه؟ ركبتني ذنوب، شايلتلي ذنب وخلاص هتعاقب عليه في الاخره، ويمكن ربنا عاقبنا عليه في الدنيا. يا ريت يا حبايبي، يا ريت لا نتفرج على الفيديوهات اللي زي دي ولا نشيرها ولا نعملها، لان دي فضايح ناس، اعراض ناس. ده ربنا قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: الا تحب ان تاكل لحم اخيك ميتا؟ يعني تاكل لحم اخيك وهو ميت، هتقدر تاكله؟ ليه كده؟ ليه بنعمل كده في بعض؟ ويا رب يا رب يا ريت الفيديو بتاعي ده تشيروه، عشان الناس فعلا احنا مش هنستفيد حاجه من الفضايح. واتمنى يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم بتاع النهارده. مع السلامه.